يا صباح الفل على أجمل متابعين في الدنيا. أنا سالي نبيل. معانا النهاردة بقى أكلة مصرية جميلة جدا. معانا شاورما لحمة تحفة، يعني الحقيقة شكلها وطعمها روعة. بس قبل ما نبدأ بنحب نشكر جدا جدا كل الناس الداعمين للقناة، سواء باشتراك أو لايك أو كومنت حلو زيكم. ففعلا يعني أنا بشكركم جدا جدا. نبدأ بقى نشوف المكونات بتاعتها. دي لحمة هي المفروض بتبقى متقطعة، لحمة الشاورما بتيجي متقطعة جاهزة، بس انا بحب اجيبها لحمة بفتيك وانا اللي اقطعها بنفسي، لان اشتريتها كذا مرة من كذا حد، وكل مرة الاقي فيها حاجات بتشد وحاجات ما بتستويش وكده يعني. فقلت لا، الاضمن ان انا اجيب اللحمة بفتيك واقطعها بنفسي. معانا هنا كمان خلطة شاورما جاهزة اللي هي بتتباع في اكياس، ونص معلقة ملح ونص معلقة فلفل. انا هنا مستخدمة نص الكيس بتاع الخلطة الجاهزة، وممكن استخدمه كله بس ما احطش ملح وفلفل، يعني براحتكم. بس انا بحب عشان اظبط الطعم اكتر احط الملح والفلفل واخد نص الكيس بس. معانا هنا كمان علبة زبادي واحدة، عشان نستخدم غير واحدة بس. والخضار عبارة عن 3 طماطمات و3 فلفل رومي، ولو عايزين فلفل حامي او فلفل الوان برضو ممكن تزودوهم. حزمة بقدونس و2 بصل. اول حاجة هنبدأ بيها ان احنا هنبشر البصل عشان نجهز التتبيلة. دول 2 بصلة متوسطة، نبشرها بشر ناعم شوية بحيث ان احنا نقدر نستخلص المية اللي فيها. تمام. انا هنا جبت البولة اللي انا هتبل فيها الشاورما، وهفضي فيها بالمصفى كده البصل علشان خاطر اعصره، ولاني عايزة المية بتاعته بس. والتفل ده برضو اللي هو اللي بيطلع ممكن ان احنا نستخدمه في اي حاجة تانية، يعني لو حفظناه في الفريزر ممكن ان احنا نستخدمه في كفتة او في طبيخ، مش هيترمي يعني. هبدأ كده ادوس عليه بالاسباتولا لغاية لما انزل كل المية اللي فيه. تمام. هنحط بقى عليهم بقية الاضافات، كوباية الزبادي والتوابل بتاعتنا كلها، ونخلطهم كلهم مع بعض لغاية لما الزبادي يدوب في مية البصل ويختلط بالتوابل كلها. هبدأ بعد كده اقطع بقى البفتيك، هقطعه لحتت شرايح صغيرة كده. هنا بشرح ان هي عكس اتجاه نسيج اللحمة، يعني لو النسيج بتاع اللحمة ماشي بالعرض يبقى احنا هنخلي التقطيع بالطول، وده بيبقى اسهل اكتر وبيخلي اللحمة بتاعت الشاورما انعم اكتر وسهلة المضغ وما بتاخدش وقت في السوا خالص. هي شرايح كده رفيعة على قد ما بقدر، تبقى رفيعة بالطول. طبعا هي لو جاية يعني شاورما متقطعة جاهزة طبعا هيبقى افيد لنا في ان احنا نوفر وقت كبير قوي، ولكن انا بفضل كده علشان اضمن ان هي تبقى لحمة حلوة وكويسة ومش هتشد معايا. طبعا لحمة البفتيك بتبقى من اطرى اللحوم لانها بتستوي بسرعة جدا. تمام بقى، بخلص كل الكمية كلها وبعدين هنحطها في التتبيلة ونبدأ نخلطها مع التتبيلة كلها مع بعض. هقلب بقى لغاية لما تختلط مع الزبادي ومية البصل والتوابل اللي حطيناها. عندي بقى شوية خل، بحط حوالي معلقتين بس خل، وبحط كمان معلقتين زيت. الاتنين بيدوا طراوة للحمة وبيخلوها طرية جدا وهي بتتاكل.
ونقلب برضو الخليط كله عشان كله يختلط في بعضه. خلاص كده انا هغطيها واحطها في التلاجة مش اقل من ساعتين لغاية لما اللحمة تاخد من طعم التتبيلة كلها. هبدأ بقى في الوقت ده ان انا اجهز الخضار بتاعي. هقطع الفلفل، واللي عايز برضو يقطع بصل معاهم ماشي، يبقى هي بصلة واحدة وتتقطع جوليان رفيع خالص. وبرضو لو في حد يضيف فلفل الوان برضو ممكن. قطعنا الفلفل وبنقطع بقى دلوقتي الطماطم كأننا بالظبط بنقطعها بحجم السلطة يعني. تمام كده. وده حزمة البقدونس برضو هنخرطها رفيع خالص. على نار عالية بقى، وبحط طاسة تسخن جدا، عايزاها تبقى سخنة قوي، وشوية زيت او سمنة، اي نوع دهون انتي محتاجاه يعني او انتي عايزاه، علشان اللحمة تاخد صدمة كده اول لما تنزل في السخونة دي، تاخد الصدمة بتاعتها. ومش هحط اللحمة كلها ولا هقلبها علشان ما تقعدش تنزل مية وتبقى عبارة عن لحمة مسلوقة، احنا مش عايزينها مسلوقة خالص. فعشان كده بسيبها براحتها، ما بقلبهاش، وانزل شوية بشوية لغاية لما المية بتاعتها تروح خالص، واطمن ان ما فيش غير الزيت بس اللي انا حطيته في الاول هو ده اللي بيبقى تحتها. هسيبها خالص، هتنزل المية اللي فيها مع نفسها وبرضو هتشربها تاني، والباقي يتبخر. المهم يعني ان المية مش هتبقى موجودة بعد كده. كده انا حسيت ان المية خلصت منها، فهحط الجزء التاني. برضو مش هقلبه، وهسيبه لغاية لما المية بتاعته تخلص خالص. كده انا حسيت ان كلهم خلاص استووا، بدأوا يتحمروا في الزيت. في المرحلة دي بقى هحط الفلفل، وفي المرحلة دي برضو اللي عايز يحط بصل او اللي عايز يحط فلفل الوان يحطها، علشان تتحمر شوية مع اللحمة في الاخر. هقلب الفلفل بقى مع اللحمة كده شوية يحمر معاها. خلاص كده الفلفل دبل. هطفي بقى البوتاجاز وابدأ اضيف الطماطم والبقدونس، دول اخر حاجة بتضاف بعد ما خلاص نطفي النار خالص واللحمة تكون اتحمرت مع الفلفل، هيبقى هما اخر حاجة. ونقلبها. طبعا شكل الالوان بيبقى تحفة وطعمها جميل جدا وريحتها حلوة قوي. هحطها بقى دلوقتي في طبق التقديم. معاها عيش بلدي او عيش فينو او كايزر، هي بتنفع مع كل حاجة. ولو عندك تومية او سلطة طحينة بتبقى تحفة تحفة فعلا يعني. طعمها واو يجنن. الناس بقى اللي بتحبها بالعيش البلدي، طبعا وجبة جميلة جدا وسهلة
ومغذية قوي. ممكن نعمل شوية زيادة كده نخليهم للولاد ياخدوهم معاهم في المدرسة، بيحبوها جدا. بس هنستبدل بقى بدل الطماطم هنستبدل الفلفل الالوان افضل يعني، لان الطماطم مش بتستحمل ان هي تقعد مع الاولاد في اللانش بوكس. فيفضل ان احنا وقتها نبقى نستبدل بقى الطماطم بالفلفل الالوان. اتمنى جدا ان انتوا تجربوها وتقولوا لي رايكم في الكومنتات. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى اللايك وسبسكرايب، وميرسي جدا جدا لمتابعتكم، واشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.